السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ يالّا النهارده بقى نعمل أكلة الشتا، الأكلة الجميلة اللي ما فيش حد ما بيحبهاش، أنا عن نفسي باعشق حاجة اسمها سبانخ، النهارده عاملاها بطريقة بتاعة أمي بقى إنما جميلة جدًا، جدًا، هتعجبكم والله جربوها إن شاء الله كده على طريقتي وطريقة أمي، يعني أكلة جميلة جدًا، جدًا، يا رب النهارده كده إن شاء الله كده أعجبكم بالطريقة، وقبل بقى ما أخش على الطريقة اللي ما دخلش قناتي يخش قناتي يشرفني وينورني، ما تنسوناش بقى بتعليق منكم لايك كده جميل، وطبعًا أنا اسكندرانية قولوا لي أنتم منين، ويالّا نسمي الله ونصلي على الرسول، ونخش بقى على الوصفة بتاعة السبانخ الجميلة دي النهارده، نزلت السوق لقيت بقى سبانخ ورور كده صغننة عاملة زي الفجل كده صغنونة وجميلة، وجبت حزمة كزبرة وطبعًا أنا باحب الكزبرة يبقى عليها الشبت للسبانخ، بتخلّي السبانخ ريحتها في حتة تانية خالص. يالّا بينا بقى كده مع بعضينا نمسك السبانخ طبعًا، أنا جايباها جميلة جدًا وصغنّنة كده بُصّوا صغنونة إزاي، وما فيهاش أي حاجة طبعًا السبانخ اليومين دُولة لسه طالعة طبعًا وجميلة و وما فيهاش طبعًا إيه، ما تطلّعيش منها حاجات كتيرة. هنمسك بقى السبانخ كده بعد ما ننضّفها، طبعًا أنا باشيل الحتّة اللي فوق ما باشيلهاش لحد الآخر، وبامسكها كده بتبقى فيها تسكيرة كده، باقعد أنا باعملها زي البصلة كده أخرّطها كده زي البصلة، وأنا طبيعتي باحب أخرّط السبانخ رفيّع جدًا، ما باحبش العود بتاعها وهي مطبوخة تبقى كبيرة، باحب زي أمي الله يرحمها معوّدتنا إن إحنا نعمل السبانخ صغنونة خالص كده، تيجي تاكلي ما تبقاش عيدانها كبيرة كده. هنخرّط هنا بقى السبانخ كده تخريط جميل رفيّع، وخلّيكم معايا ما تروحوش بعيد، بُصّوا الجمال والحلاوة، طبعًا هنا بقى إيه قرّبت أخلّص خلاص السبانخ كده بعد ما نقّيتها بُصّوا الورق بتاعها بجد صغنونة خالص جميلة جدًا بجد، أمّا لقيتها عجبتني، وأنا طبعًا من عشاق السبانخ، باحب السبانخ جدًا، طبعًا هنا بُصّوا باشيل برضه ال ال الحتّة اللي هي اللي مطرح ما بتتزرع ديّة العرق بتاعها، وباخرّطها كده عشان بتدّي تسكيرة جميلة، يعني أمّا تخرّطي الحتّة الحمرا ديّة اللي هي في العنقود بتاعها دي بتطلع مسكّرة وجميلة جدًا. بُصّوا هنا أنا باخرّط بقى تخريط رفيّع أوي، ما باحبش السبانخ ورقها كبير، باحبها رفنوعة كده وجميلة، بُصّوا الجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله. طبعًا هنا بقى يالّا بقى كده بعد ما خلّصتها هاغسلها أعوّمها، لازم السبانخ تعوّميها في حاجة كبيرة عشان بيبقى فيها رملة، فيها طينة، هنا بقى أنا هانقعها واسيبها شوية وبعد كده أشطفها، وبعد كده أبقى أصفّيها باخد بقى وهي نضيفة كده من المَيّة وأصفّي كده وأنزّل في في الصلصة إن شاء الله، ما تروحوش بعيد، بالله عليكم خليكم معايا وشوفوا التكات والحركات الجميلة، طبعًا أنا هنا بقى هاسيبها كده مع نفسها لو فيها أي حاجة، لو إن هي نضيفة فُلّة شمعة منوّرة، هاجي هنا بقى بشوية زيت وبصلة كبيرة، وبعد ما نزلت بالزيت والبصلة نزلت بمعلقة كبيرة سمنة بلدي. وهاقلّب بقى البصلة هنا كده تقليبة حلوة كده، طبعًا أنا مش باحمّر البصلة خالص عشان أنا مش باحب البصلة متحمّرة هنا بقى غسلت برضه الكزبرة مع الشبت وركنتها، هنا بقى طبعًا باقلّب في البصلة كده، مش عايزة البصلة محمرة أوي، هي يا دوبك كده جميلة أوي، هانزل بقى باللحمة، معايا هنا نُص كيلو لحمة، هانزل بقى باللحمة كده وأقلّب على البصلة، بُصّوا الجمال الريحة هنا جميلة جدًا بجد يعني. هاقلِّب بقى كده واسيب بقى هنا اللحمة تتشرّب مع البصلة مش عايزة فيها بُصّوا ما خلّيتش فيها نقطة مَيّة، هانزل بقى عندي طماطم أنا مخزّناها، هانزل بيها كده على الطبخة دي بقى زي بتاعة أمي، أمي كانت تحمّر البصلة كده وترمي عليها اللحمة، وبعد كده تحُط الطماطم وتسيبها بقى تتسبِّك واللحمة تتسبِّك مع تشرب كده من التسبيكة بتاعة الصلصة. جميل، جميل. هنوطّي بقى على الصلصة ونسيبها تاخد وتدّي كده مع بعض، طبعًا إحنا غسلنا بقى السبانخ كده وهانزل حبّة، حبّة طبعًا السبانخ عارفين بتبقى هشة كده، فبانزل حبّة، حبّة أول ما بتهبط لحد ما هيبقوا حبّة صغيّرين اللي أنتم شايفينه الكتير ده، هيبقوا حبّة صغيّرين في الحلة، خلّيكم معايا برضه ما تروحوش بعيد، هاقلّب واحدة، واحدة كده لحد إيه، أنا حطّيت هنا السبانخ كلّها طبعًا، حطّيت السبانخ كلّها وهاغطّي عليها بقى واسيبها تهبط كده مع نَفْسها، تمام، تمام. بُصّوا هنا هبطت خالص إزاي، بقت جميلة إزاي، بسم الله ما شاء الله، اللي بقوا كتير دول بقوا حبّة صغيّرة. هانزل هنا بقى بواحدة ماجي وأقلّبها، طبعًا أنا السبانخ دي هاعملها بالفريك النهارده، في ناس بتعملها بالفريك،
وفي ناس بتعملها بالحمص الطبيخ، وفي ناس بتعملها بشوية رز، وفي ناس بتعملها بلسان العصفور. فأنا النهاردة قلت إن شاء الله كده هعملها بالفريك. بصوا بقى الجمال والحلاوة، حوطي عليها بقى واسيبها تاخد وتدي كده مع بعضيها. هنا بقى دقيت الثوم بالكزبرة بالشبت. وطبعا برضو هعمل زي أمي، هاخد نص الحاجة ديت، نص الخلطة دي، وأحطها على السبانخ كده. بصوا، وهقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه، والنص التاني هحمره. تمام تمام، خليكم معايا ما تروحوش بعيد. يلا بقى نعمل شوية رز بالشعرية. هنا حطيت هنا بقى شوية شعرية على معلقة سمنة على شوية زيت، وهقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه، احمر الشعرية. بصوا الجمال. ورحت نازلة بقى بالرز ده، كوباية ونص رز ونص كوباية شعرية، عشان انا لوحدي ما عنديش حد كتير، فعاملة معيار صغير يعني. تمام تمام. هقلب بقى الرز وانزل عليه بالمية، وهقلب، وهنزل بقى بنص معلقة ملح كبيرة على الرز، واقلبه كويس جدا عشان الملح ما يركنش في حتة واحدة. وهغطيه بقى بعد ما قلبته كده واسيبه بقى. تمام تمام. بصوا بقى السبانخ هنا تحفة، الريحة هنا خطيرة، جميلة جميلة. والله الطماطم دي حمرا دم، بس هي الكاميرا مش ظابطة يعني. هنا بقى حطيت معلقة سمنة على شوية زيت، ويلا بينا بقى نحمر التومة اللي احنا سبناها عشان السبانخ. طبعا التومة دي بالكزبرة والشبت والتومة، وهنزل عليها بشوية كزبرة ناشفة، بتخلي ريحتها في حتة تانية خالص وطعمها في حتة تانية خالص. هقلب بقى كده لحد التومة ما تتحمر، بس ما تحمرهاش تحرقيها يعني، تصفر كده. بصوا اللون ده كده طبعا بقى جميل. بصوا الجمال، والله الروايح هنا تحفة. لو شميتوا الريحة بالله عليكم ما تنسوا تدعوا لأمي وأبويا وأخويا بالرحمة، وتدعوا لإخواتنا الفلسطينيين ربنا ينصرهم على مين يعاديهم، وينصر بلدنا يا رب، بلدنا الجميلة. مصر جميلة، بسم الله ما شاء الله على الطبيخ وجماله. بصوا هنا نزلنا بالطشة وقلبنا بقى الطشة، هنا ريحتها ايه، جميلة جدا. والرز هنا استوى، بصوا الجمال. والطبيخ هنا طبعا السبانخ استوت، والريحة هنا تحفة. يلا بقى ندوق كده ونشوف الجمال. الله 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 الله. تعالوا بقى نغرف الكلام ده كده مع بعضينا ونتغدى بقى، عشان الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 5 أو 6 دلوقتي. هنغرف بقى ويلا بينا نتغدى، وتعالوا اتغدوا معانا. وألف هنا وشفا على اللي هياكل، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يا رب النهارده كده اكون اكلتي عجبتكم، اكلة امي الجميله الله يرحمها ويسامحها. طبعا احنا مش بنغيرها، هي الاكله دي بتاعتنا بتاعت السبانخ. والله يرحمك يا امي ويسامحك. وجربوا طريقتي كده في السبانخ هتعجبكم جدا جدا. طبعا السبانخ من غير مخلل لفت ما تتاكلش، طبعا المخلل لفت مع السبانخ تحفه تحفه تحفه. واقول لكم بقى ايه، باي باي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد.